السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا الستريبس من شركة سو جود. شايفين عامل ازاي؟ هنحمره ونشوفه وندوقه معاكم. استنوا عشان تشوفوا التجربة كاملة. الستريبس الدجاج من شركة سو جود، اسمها سو جود. الشركة دي عملت قبل كده ريفيو عن الكبدة اسكندراني منها، كانت حلوة جدا. بس النهاردة هنشوف الستريبس حلو ولا فاكس. هنجرب ونشوف. الكيس ده عبارة عن كيلو، حوالي كيلو، وسعره اشتريته بحوالي 150 جنيه. ممكن يعني تلاقوه اغلى شوية في جروب معين او في محل معين، او ارخص حاجة بسيطة. بس هو في الحدود دي، يعني 150 155. ممكن حد يكون بيبيعه ب160 او حاجة و60، يعني في الحدود دي. زي ما انتوا شايفين حطيته في الطاسة اهو، زي ما انتوا شايفين. شوية زيت وهنقلبه. ممكن تحطوه في الاير فراير برضو مع شوية زيت خفيفة، زي ما انتوا حابين يعني. بس انا قلت ليه عادي في الطاسة، لان ده متاح للجميع، يعني مش كل الناس عندها اير فراير. فعشان الكل يبقى عارف التجربة عاملة ازاي. زي ما انتوا شايفين في شوية زيت، يعني مش كتير قوي مش قليل قوي. حمرناه وهو زي ما انتوا شايفين. ادي القطعة كده حلوة، والبريدنج عليها ثابت اهو زي ما انتوا شايفين. وشايفين من جوه باين انه لحم، زي ما انتوا شايفين اهو معايا. بيسان بنتي قاعدة معايا بتجرب معايا، بتقيم. زي ما انتوا شايفين اهو. ادي فتحته عشان تشوفوه من الداخل. آه، شكل اللحم باين ابيض اهو، لحم الفراخ واضح جدا اهو. مش عجين يعني، ولا مثلا مفروم ولا الكلام ده. باين اللحم بتاعه مش زي البانيهات الجاهزة، لا الستريبس مختلف. وبتاع الشركة دي بصراحة كويس، باين انه لحمة يعني. دقت الطعم فعلا حلو. ولسه محطتش عليه اي صوص، دلوقتي بحط عليه صوص الرانش. هنجربه بصوص الرانش. رانش صوص اهو. طعمه حلو، البريدنج بتاعه حلو، بيقرمش، واللحمة بتاعته ظاهرة وواضحة. والحمد لله مفيهوش اي ريحة زفارة او طعم غريب كده او طعم مش حلو. حطيت عليه مستردة برضو، نجربه بالمستردة هيكون عامل ازاي. بس مش راضية تنزل للأسف. انا حطيتها في الطبق بعد كده، ابتدت تنزل اهو. والهوت صوص انا مرضيش اجيبه، هو فيه نوعين بارد وحار. انا جبته بارد عشان بيسان. وبيسان بقى هو بتقول لكم حلو جدا، بتشاور بصباعها انه حلو. عجبها فعلا يعني، بصراحة اكلت فيه. وطبعا اللي خلاها تاكل اكتر هو الصوص يعني. بتقول لكم حلو. بس فعلا طعمه كويس يعني، الحمد لله طعمه حلو جدا وكويس. وسهل جدا على ست البيت بصراحة ان هو يتحمر للاولاد.
وخلاص، من غير تعب ولا تتبيل ولا نقع ولا ان انت تحط في بيض وبقسماط والكلام ده. بصراحة كويس وسريع، وفي نفس الوقت سعره معقول يعني جدا، وسعره كويس جدا. يعني كيلو البانيه بمية وحاجة وسبعين ومية وتمانين، فهو يعني كيلو جاهز على يعني على القلي على طول من غير تعب، وفي حدود من 150 ل 160 جنيه برضو كويس.